اغتصاب جماعي في ميدان العتبة وفي عز الظهر وفي رمضان ووسط زحمة مهولة من البشر. ومش بس كده، دول اغتصبوها قدام مامتها واخواتها الصغيرين. هي دي قصتنا النهاردة. لو عايزين تعرفوا القصة الحقيقية للجريمة دي وايه اللي حصل، كملوا الحلقة دي للآخر، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا كل جديد. انا رامز عادل، وده المغبقنجي. الحكاية بدأت بالبنت اللي في الصورة دي، واسمها شاهيناز أو الشهيرة بفتاة العتبة، صاحبة أكبر قضية رأي عام في مصر في التسعينات. والغريب في قصتها إن كل التفاصيل اللي حصلت فيها كانت أول مرة تحصل في مصر، ومن كتر ما هي كانت غريبة على مجتمعنا، لو كانت اتعملت فيلم في الوقت ده ما كانوش هيصدقوه، من كتر ما هي قصة ما تتصدقش، لدرجة إن الدولة والفنانين والمشاهير شاركوا في أحداثها. وهقول لكم ازاي بس قدام. وسنة 92 تحديدا في شهر رمضان كانت بداية الحكاية، وكان الكلام ده قبل عيد الفطر بأسبوع واحد بس. وشاهيناز وقتها كان عندها 20 سنة، ونزلت زي أي بنت مع مامتها واخواتها البنات فرحانين عشان يشتروا لبس العيد، وهم أصلا كانوا من سكان بولاق الدكرور، وقرروا انهم هينزلوا العتبة عشان يشتروا لبس العيد. وطبعا زي ما هو معروف عن العتبة انها منطقة تجارية طول السنة وبتبقى زحمة جدا، ولأن وقت حكايتنا ده كان قبل العيد على طول، فكانت الدنيا أزحم كمان من الطبيعي بكتير، بس ده العادي عندنا في مصر. ونزلت شاهيناز ومامتها واخواتها عشان ياخدوا جولة في محلات العتبة، وفعلا اشتروا اللي هم عايزينه من لبس العيد، وبعدها قالوا يلا بينا نروح، وراحوا الموقف الأتوبيس عشان يرجعوا على البيت في بولاق الدكرور. وكان الأتوبيس اللي هيوديهم هناك هو اتوبيس رقم 17. واول ما الاتوبيس وصل للموقف الناس كلها جريت عليه عشان يركبوا بسرعه، وكان من ضمن الناس دي شاهيناز ومامتها واخواتها البنات. وعشان مامتها كانت خايفه على اخواتها الصغيرين فكانت حطاها دايما قدامهم، وشاهيناز كانت وراها، وطلعت بيهم من الباب اللي قدام في الاتوبيس. وكانت شاهيناز واقفه وراها زي ما قلت لكم، وقدرت مامتها انها تطلع وتركب. بس في اللحظه دي شاهيناز حست ان في حد اتحرش بيها، فخافت جدا وبصت وراها بس معرفتش مين. بس قررت انها تبعد عن الباب ده وتروح للباب الخلفي للاتوبيس عشان تركب منه، وقالت انها كده كده اكيد هتقابل مامتها واخواتها فوق في الاتوبيس. ولما وصلت للباب الخلفي في الاتوبيس فجأة لقت ايد بتشدها وتوقعها على الارض، وتجمع عليها 4 شباب في وسط زحمة شديدة جدا اللي موجودة في العتبة. 2 كانوا ماسكين ايديها و2 كانوا ماسكين رجليها، وأفقدوها السيطرة تماما على نفسها، وفي ثواني معدودة كانوا مجردينها من ملابسها التحتانية تماما، وبدأوا يتحرشوا بيها وسط الناس في ميدان العتبة بشكل ما يتصدقش، وكأنهم بيصوروا فيلم في السينما. وفي نفس الوقت ده شاهيناز كانت بتصرخ جامد جدا عشان حد يحاول ينقذها، لكن للأسف وبشكل مبهم ومش مفهوم كل اللي واقفين محدش فيهم اتدخل ولا حتى فكر يقول انتوا بتعملوا ايه. ودي كانت حاجة غريبة جدا، وزي ما قلت لكم مبهمة حتى بالنسبة لي، ان 4 شباب يعتدوا على بنت في ميدان عام في وسط زحمة مش طبيعية زي دي ومفيش ولا واحد يتدخل او يحاول حتى ينقذها. دي حاجة بالنسبة لي كانت غريبة جدا، لحد ما في نفس الوقت ده الاتوبيس بدأ يتحرك. بس مامة شاهيناز هنا خدت بالها ان بنتها شاهيناز ملهاش اي اثر جوه الاتوبيس، وفي نفس الوقت والدتها كانت عمالة تسمع صراخ وصويت بره الاتوبيس في الشارع، لكنها ما كانتش متخيلة ان الصراخ والصويت ده كله طالع من بنتها. فلما دورت عليها وما لقيتهاش قررت انها تنزل من الاتوبيس عشان تدور على بنتها تحت، ونزلت ومعاها بناتها الصغيرين، وراحوا على المكان اللي فيه تجمع وزحمة كتير وصويت عشان تتصدم الام وتشوف بنتها مرمية على الارض وفوقيها 4 شباب عمالين يتحرشوا بيها وبيحاولوا يغتصبوها وماسكينها من كل اماكنها الحساسة. وفي اللحظة دي الام اتشلت حركتها تماما من المنظر اللي شافته، وما قدرتش تعمل حاجة غير ان هي كمان قعدت تصوت بصوت عالي جدا في وسط ميدان العتبة، وقعدت تقول الحقونا، لحد ما ظهر امين شرطة كان متواجد بالصدفة اسمه صلاح. وهنا لاحظ صلاح ان في زحمة شديدة جدا في الحتة دي وما كانش مفهوم، وفهم انه مش هيعرف يسيطر على الموقف بأي طريقة،
راح بسرعة مطلع السلاح الخاص بيه وضرب طلقتين في الهواء، وبسبب صوت الرصاص الناس اللي حوالين شاهناز جريوا بسرعة، وكان من ضمنهم 2 من المجرمين اللي كانوا بيعتدوا عليها. لكن شاهناز قدرت تمسك في 2 من اللي كانوا موجودين وما سابتهمش، والاتنين التانيين استغلوا حالة الزحمة الشديدة والجري اللي حصل في ميدان العتبة واختفوا في وسط الزحمة. أما أمين الشرطة صلاح حلمي قدر إن هو يتحفظ على الاتنين اللي كانت ماسكاهم شاهناز، وطلب من الناس إنهم يمسكوهم لحد ما يلحق الاتنين التانيين، وفعلا جري وراهم في معظم الاتجاهات، لكنه فشل إنه يلاقيهم تماما بسبب الزحمة طبعا، ورجع تاني وخدهم كلهم على اسم الشرطة عشان يعملوا محضر. بس بمجرد ما اتعمل محضر للموضوع اتحول لترند في زمن ما كانش فيه سوشيال ميديا اصلا، واتعرف في كل الصحف وكتبت عنه، واتحول في نفس اللحظة دي لقضية رأي عام، لان فعليا مفيش حاجة شبه كده حصلت اصلا قبل كده تماما، لدرجة ان كل الجهات المعنية والاجهزة الامنية رصدت مبالغ مالية كبيرة جدا لاي حد يساعد الامن في القبض على الاتنين اللي هربوا. وتم تحويل شاهناز للطب الشرعي عشان يكشفوا عليها ويطلعوا التقرير، بس للأسف يطلع التقرير ويقول انه تم فض جزء من غشاء البقارة باستخدام الايدي، ودي كانت بداية الكارثة. ومن كتر ما كانت القضية مهمة جدا كانت الصحف القومية والرسمية بتتابعها بشكل يومي عشان الرأي العام يعرف ايه المستجدات اللي حصلت فيها. وفي نفس الوقت ده شاهناز اضطرت انها تستقيل من شغلها وانها تفضل جوه بيتها كمان وما تنزلش خالص لأي سبب ما، وده حصل لها بسبب ان تقريبا كل الناس عرفت حكايتها وكان عندها خوف من مواجهة المجتمع للي حصل لها، تحديدا بعد ما اتعرف عنها انه تم الاعتداء عليها في ميدان عام وهو ميدان العتبة. ومش بس كده، دي كمان تم اغتصابها جوه الميدان وتم نهش عذريتها، وكل ده اتكتب في الجرايد بشكل فاضح جدا. والقضية دي كمان شكلت صدمة كبيرة جدا عند أجهزة الدولة، لأن السلوك اللي طلع من الناس ساعتها كان سلوك غريب وملوش أي تفسير، لأن الناس شافت 4 شباب بيعتدوا على بنت في ميدان عام ومحدش اتحرك خطوة. بس لما أجهزة الدولة عرفت إن شاهناز قررت إنها مش هتنزل من بيتها خالص، فطلع قرار بوقف النشر في القضية دي تماما، أو على الأقل نشر صورها. لكن للأسف الموضوع كان انتشر بشكل مبالغ فيه وكل الناس عرفته، وبدأ الموضوع يعمل بلبلة وإثارة وغضب كبير جدا في المجتمع، لدرجة إن بائعين الجرايد عشان يزودوا مبيعاتهم في الجرايد بتاعتهم كانوا بينادوا ويقولوا اعرف اللي حصل لشاهناز. بس هنا بدأ مجموعة كبيرة من رجال المجتمع والفنانين والمشاهير إنهم يقرروا يساندوا شاهناز في محنتها، وإنهم يقدموها للمجتمع في شكل البطلة اللي اتظلمت واللي ما ينفعش المجتمع يتعامل معاها بنظرة مش كويسة، وإن لازم الكل يقف جنبها، وإن هي الضحية والمجني عليها وملهاش أي ذنب في اللي حصل ده، على العكس تماما. وكان كل ده بيحصل في نفس وقت إجراء التحقيقات اللي شغالة والاستماع للشهود كمان. لكن التحقيقات دي كانت مليانة مفاجآت، أولهم إن شاهناز ما قدرتش تتعرف على كل الجناه بشكل واضح، وزي ما أحداث القضية دي في البداية كانت غريبة، وفي استكمال التحقيقات كمان هتلاقيها برضو غريبة. وزي ما قلت لكم شاهناز قدرت تتعرف على الاتنين اللي كانوا ماسكين رجليها، لكن ما قدرتش تتعرف أو توصف بشكل نهائي الاتنين اللي كانوا ماسكين ايديها. ودي كانت حاجة غريبة عند جهات التحقيق، لأن برغم بعد المسافة اللي كانوا ماسكين رجليها إلا إنها اتعرفت عليهم بسهولة، لكن ما اتعرفتش على اللي كانوا ماسكين ايديها رغم قرب المسافة. مع إن أنا شخصيا شايف إن دي حاجة عادية، لأن لو أي حد مكانها هيكون عايز يفلفص بأي طريقة فطبيعي أكون بزق من جهة رجلي، وهي دي اللي هكون مركز فيها، خصوصا المنطقة اللي قلعوها هدومها بشكل سريع هي منطقة الجزء السفلي. ده غير ان بدأت تظهر مشاكل كتيرة زي مشكلة ضعف وقلة الامكانيات التكنولوجية في الوقت ده، يعني من الاخر ما كانش فيه كاميرات مراقبة ترصد اللي حصل، فبالتالي ما حصلش اي تصوير للحادث او الجناه. النقطة التانية ان كل شهود العيان اللي كانوا واقفين محدش فيهم قدر يوصف الجناه بشكل واضح، وبكده ما كانش فيه غير متهمين 2 فقط، والاتنين التانيين محدش اصلا عارفهم ولا حد قدر يتعرف عليهم. واول متهم من المتهمين اللي هم مسكوهم كان اسمه جمال، والمفاجأة ان اثناء ترحيله للنيابة وضح وقال لكل الناس ان عنده اعاقة في رجله، وانه كان واقف على سلم الاتوبيس بالصدفة وما يعرفش اي حاجة عن اللي حصلت، وبسبب الزحمة الشديدة اللي كانت موجودة وقع على رجله وما قدرش يتحرك.
بس ساعتها وقع جنب شاهيناز بالظبط على الارض، وجمال فضل يأكد ان ملوش علاقة خالص بالموضوع، وانه مستحيل اصلا يشترك في حاجة زي كده بأي شكل من الاشكال. اما بقى المتهم التاني واللي بالصدفة طلع برضه اسمه جمال، واللي قال انه كان ساند على سور موقف الاتوبيس، وانه فوجئ مرة واحدة ان امين الشرطة وعدد كبير من الناس اللي كانوا موجودين في الزحمة مسكوه وضربوه واتهموه ان هو اللي عمل كده فيها، وبرضه فضل يأكد ان ملوش اي علاقة بالموضوع ده. وبدأت قضية شاهيناز او فتاة العتبة زي ما انتشرت تتعقد اكتر واكتر. صحيح هي قضية رأي عام وكان فيها ضغط جامد جدا على الجهات القضائية، لكن الأدلة لحد اللحظة دي كانت غير كافية بالنسبة لهم، ده غير تضارب أقوالها في وصف شكل الجناه، وإنها كمان ما قدرتش توصف الاتنين اللي كانوا ماسكين إيديها رغم إن المسافة كانت قريبة زي ما قلت لكم. وطول فترة المحاكمة كانت الجهات القضائية بتطالب رجال الأمن بسرعة القبض على الاتنين المختفيين، لأن الشهود أجمعوا إن اللي نفذوا الجريمة دي 4 مش 2. في الآخر اضطرت المحكمة إنها تحكم في القضية، وأصدرت المحكمة حكمها ببراءة المتهمين الاتنين جمال وجمال، لأن مفيش أي دليل ضدهم من أي نوع. وبرغم إنها قضية رأي عام إلا إن المحكمة ما تأثرتش تماما بالضغط عليها، وأكدت إن الأدلة ضد الاتنين كانت غير كافية. وأعلنت المحكمة إنها طلبت من الأجهزة الأمنية بضرورة القبض على الجناه الحقيقيين اللي عملوا الجريمة دي. بس للأسف لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي لسه ما اتقبضش عليهم ونفدوا بفعلتهم. وخلينا نقول ان الجريمة لحد كده خلصت، بس انا عندي سؤال سألته لنفسي وانا بحضر للقضية دي: ازاي الجناه دول او المجرمين دول جالهم قلب وعقلهم وزهم انهم يعملوا كده في عز النهار في رمضان في العتبة؟ متهيألي بسأل اسئلة منطقية صح؟ اما بقى الحاجة التانية، اشمعنى البنت دي بالذات؟ وازاي الناس ما اتحركتش ودافعوا عنها مع ان دي مش من سماتنا نهائي؟ خصوصا ان الجريمة دي كمان كانت في التسعينات، يعني كان في تحضر ورقي اكتر بكتير من دلوقتي. السؤال التالت بقى، ازاي انهم قدروا يهربوا بجريمتهم من غير ما يتمسكوا ولا يتمسك عليهم اي دليل لحد دلوقتي؟ يا ريت لو حد عنده اجابة للاسئلة اللي قلتها او عنده معلومات عن القصة دي يتناقش معايا فيها في الكومنتات. اما بقى اللي عنده اي سؤال او اقتراح برضه يسيبه هناك واكيد هشوفه وارد عليه. واللي حابب يشوف باقي الحلقات هتلاقوها ظاهرة قدامكم فوق دلوقتي لو انت بتتفرج على اليوتيوب، ولو انت بتتفرج على اي منصة تانية هتلاقوا اللينك في اول كومنت تحت الفيديو. ما تنسوش تتابعوا حساباتي اللي موجودة في الديسكريبشن تحت الفيديو، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير للحلقة لو عجبتكم. واوعوا تفتكروا ان دي النهاية، لسه في كتير هنتقابل تاني. استنوني، انا رامز عادل وده المغبقنجي. سلام.